السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا اول مراجعة في سنة 2024 واجدد موبايلات الفئة الاقتصادية اللي تم اطلاقه في الفترة الأخيرة، وهو الموبايل اللي جاي من شاومي باسم ريدمي 13 سي. الموبايل ده طبعا نازل في الفئة الاقتصادية في السعر اللي هو غالبا بيزيد شوية عن $100، يعني في حدود 125 دولار ولا حاجة. وعندنا هنا في السوق المصري الموبايل بيبدأ سعره من اول 6000 جنيه وصولا لحد 8000 جنيه تقريبا على حسب النسخة اللي هتشتريها. الاصدار ده يعتبر طبعا حصل فيه بعض التغييرات عن الاصدار السابق من السلسله ديت اللي هو ريدمي 12 سي، زي مثلا الشاشه حصل فيها بعض التغييرات، النسخ نفسها بتاعه الموبايلات كان بينزل ب 3 و4 و6 جيجا رام، دلوقتي بقى بينزل ب 4 و6 و8 جيجا رام. وفي بعض الحاجات كده اللي تم تغييرها تعتبر حاجه ممتازه برضو، زي الشحن عن طريق التايب سي وحاجات تانية هنتكلم عنها كلها ان شاء الله. المهم بقى، لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول، وهنتكلم عن حاجه من اللي حصل فيها تغيير كده عن الجيل السابق، وهو التصميم اللي بيقدمه الموبايل. التصميم حاجه من الحاجات اللي حصل فيها تغيير ملحوظ عن الاصدار السابق اللي هو الريدمي 12 سي، ويعتبر الموبايل ده صوره كده من الموبايلات اللي تم اطلاقها برضو من شاومي السنه اللي فاتت من سلسله ريدمي نوت 12. موبايل طبعا لازال الظهر والفريم بتاعه جاي من البلاستيك، ولكن خامات التصنيع بتاعته تعتبر حصل فيها تطور بصراحه برضو عن الجيل اللي فات. الكاميرات بتيجي في اعلى ظهر الموبايل هنا من ناحيه الشمال، والبروز بتاعها يعتبر مثالي جدا. من الاسفل عندك السماعات الخارجيه بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق التايب سي، ودي حاجه من الحاجات اللي تم تغييرها زي ما قلت لك عن الجيل اللي فات. ومن فوق عندك فتحه 3.5 مللي. تصميم الموبايل بقى من قدام يعتبر ما حصلش فيه برضو تغيير عن الجيل السابق بشكل كبير، يعني هي برضو نفس الشاشه اللي بتيجي بحواف كبيره من الجناب وبتيجي بحافه سفليه كبيره زي ما انتم شايفين كده، بالاضافه كمان انها من فوق بتيجي بنوتش. التغيير اللي حصل في التصميم ده من وجهه نظري تغيير جميل، انا شايفه حاجه كويسه جدا. والتصميم اللي بيقدمه الموبايل هنا يعتبر مواكب للتصميمات الجديده اللي بنشوفها على كل الموبايلات، وحاجه من الحاجات اللي عجباني جدا على الموبايل هنا هي التصميم بصراحه. ولكن بعيد بقى عن نقطه التصميم ديت، ايه اخبار المواصفات والحاجات الحقيقيه اللي هتفرق في استخدامك للموبايل ده لو حصل واشتريته؟ الموبايل هنا لازال بيقدم نفس المعالج اللي كان جاي على الريدمي 12 سي اللي هو الهيليو جي 85، بالاضافه هنا انه جاي ب 4 و6 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 و256 جيجا. كمان الموبايل هنا نازل باندرويد 13 مع واجهه MIUI 14. طبعا الهيليو جي 85 ده معالج احنا جربناه كتير جدا على كل موبايلات الفئه المتوسطه تقريبا من شاومي ومن غيرها، وزي ما قلت لك برضه هو نفس المعالج اللي كان موجود على الجيل السابق اللي هو الريدمي 12 سي. طبعا حصل تغيير هنا ان الموبايل الجيل السابق كان بيبدا ب 3 جيجا رام، هنا بيبدا ب 4 جيجا رام، ودي حاجه طبعا كويسه. ولو انت جبت نسخه ال 6 جيجا رام في وجود الهيليو جي 85 ده، اقدر اقول لك انك هتاخد تجربه تعتبر رائعه جدا جدا بالنسبه لاستخداماتك اليوميه. يعني اقدر اقول لك انك هتفتح عليه فيسبوك، تيك توك، تتفرج على المحتوى، تعمل مكالمات، تتنقل بين تطبيقاتك، تعمل عليه شغلك المعتاد اللي انت بتعمله بشكل يومي بشكل كويس جدا. وكمان اللي هيفرق هنا طبعا في استخدام الموبايل، ودي حاجه تم اضافتها عن الجيل السابق اللي هو الريدمي 12 سي، ان شاشه الموبايل هنا جايه بريفريش ريت 90 هرتز، وده طبعا هيفرق في اداء الموبايل شويه وهينقله عن الاصدار السابق بشكل كبير جدا. ودي حاجه طبعا انت بتحسها وانت بتستخدم مثلا فيسبوك وانت بتتنقل بين التطبيقات والحاجات اللي بالشكل ده كده، الموبايل هيديك مرونه اكتر وسلاسه اكتر في الاستخدام. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي اداء الموبايل في الالعاب، والهيليو جي 85 ده زي ما قلت لك برضو قبل كده احنا جربناه كتير، وفي العاب مثلا زي بابجي وكول اوف ديوتي واسفلت نايت شغاله معايا بشكل كويس. صحيح ادائها ما يعتبرش افضل اداء في العالم يعني من ناحيه الجرافيكس ومن ناحيه ادائها بشكل عام، ولكن ادائها يعتبر مقبول جدا في وجود الاربعه او ال6 جيجا رام مع الهيليو جي 85 ده. الخلاصه في نقطه الاداء ديت ان اداء الموبايل يعتبر حصل فيه تحسن نوعا ما عن السنه اللي فاتت، بسبب طبعا انه بدا معاك الرام ب 4 جيجا وصولا لحد 8 جيجا رام. وكمان النقطه الجوهريه ودي اللي هتاخدنا للنقطه الثانيه، وهو اضافه الريفريش ريت 90 هرتز لشاشه الموبايل. النقطة اللي بعد كده بقى وهي شاشة الموبايل. الشاشة هنا لازالت جاية شاشة عملاقة بحجم 6.7 بوصة بدقة اتش دي بلس بس، وكمان زي ما قلت لك هنا بتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز. البانل بتاعت الشاشة ديت يعتبر ما حصلش فيها أي تغيير من ناحية السطوع، من ناحية الدقة، من ناحية الحجم كمان تقريبا تعتبر هي نفس الشاشة اللي تم إطلاقها على الإصدار بتاع السنة اللي فاتت اللي هو الريدمي 12 سي. وإذا كان في حاجة حقيقية انضافت عليها هي إضافة ريفريش ريت 90 هرتز لشاشة الموبايل. في العموم الشاشة حجمها العملاق ديت هيفي بالغرض معاك هنا بشكل كويس جدا. لو انت بتحب بقى تتفرج على المحتوى، بتحب تتفرج على اليوتيوب، فادائها يعتبر مقبول جدا، وتقدر تقول بمعنى صح ان الفلوس اللي انت هتدفعها في الموبايل مش هتقدر تاخد بها شاشه في الفئه السعريه ديت افضل من اللي موجوده على الموبايل هنا. ونقطه السطوع بتاعها واستخدامك ليها تحت اشعه الشمس ما تعتبرش افضل حاجه، ولكن برضو ما تعتبرش سيئه اطلاقا. وفي الفئه ديت انت مش منتظر اداء جوهري يعني في نقطه سطوع الشاشه واستخدامك ليها تحت اشعه
اشعه الشمس. ثالث حاجه بقى هنتكلم عنها وهي الكاميرات اللي موجوده على الريدمي 13 سي، ويعتبر برضو ما حصلش فيها تغيير جوهري من ناحيه الارقام على الاقل عن الاصدار السابق. لازال هنا الموبايل المفروض يعني انه جاي باربع كاميرات، ثلاثه موجودين في الظهر بالاضافه للكاميرا الاماميه، الكاميرا الرئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل بالاضافه كمان لوجود كاميرا ماكرو وسنسور كمان من كده مالوش اي لازمه بصراحه، مع كاميرا اماميه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل. بالنسبه بقى لنتائج الصور اللي هتاخدها من كاميرا الموبايل الرئيسيه هنا، فانا في تجربتي ليها تعتبر معقوله جدا، بمعنى ان احيانا الصور هتطلع معاك نتائج تعتبر مقبوله جدا بالنسبه لتشبع الالوان وبالنسبه للديناميك رينج وبالنسبه لكل حاجه والتفاصيل الخاصه بالصور، واحيانا تانية لا. واقدر اقول لك بشكل كبير ان اللي هيفرق معاك في نتائج الصور اللي هتاخدها من الموبايل هنا هو اختيارك لطبيعه المكان اللي انت بتصور فيه وطبيعه الاضاءه كمان اللي انت هتصور فيها. نفس الكلام هنا بالنسبه للكاميرا الاماميه، النتائج بتاعتها تعتبر جيده من وجهه نظري. الصور احيانا برضو بتطلع صور شارب جدا واحيانا تانية لا. العزل طبعا هنا شغال فيها عن طريق السوفت وير، ولكن شاومي بتعرف تعمله بشكل كويس. فبشكل عام اداء الكاميرات على الموبايل هنا سواء الكاميرا الرئيسيه او كاميرا الموبايل الاماميه، النتائج اللي بتطلع منهم تعتبر مقبوله جدا من وجهه نظر. نروح بقى بعد كده على حاجه من الحاجات اللي حصل فيها تغيير هنا، وهي طريقه شحن الموبايل. الاصدار السابق كان بيشحن عن طريق المايكرو يو اس بي، الاصدار بتاع المره دي اللي هو ريدمي 13 سي ده بيشحن طبعا عن طريق التايب سي، ولكن برضه لازالت سرعه الشحن بطيئه نوعا ما، بتيجي بقوه 10 واط. البطاريه بتاعه الموبايل قوتها 5000 ملي امبير، هتغيب معاك شويه عبال ما تشحن البطاريه من 0 ل 100%، ولكن ادائها بشكل عام في تجربتي لها تعتبر رائعه جدا. بمعنى انا بصراحه استخدامي للموبايل طول الفتره اللي فاتت دي اقدر اقول لك عليه ان هو كان متوسط ولا فوق المتوسط، البطاريه كانت شغاله بشكل كويس جدا، واحيانا كتير كان بيفضل معايا منها جزء لليوم الثاني. الحاجه اللي بعد كده هو اداء الموبايل في الشبكات والسماعات. سماعات الموبايل سواء سماعه المكالمات او السماعه الرئيسيه ما تعتبرش افضل حاجه بصراحه، ولكن تجربتها تفي بالغرض بشكل كبير جدا. وبالنسبه للشبكات سواء شبكه الاتصال شبكه الواي فاي شغالين برضو بشكل كويس، اقدر اقول لك يعني ان هم ممكن ياخدوا لحد 6.5 7 من 10 ولا حاجه. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه وهل انصح بشرائه ولا لا. سعر الموبايل زي ما قلت لك هو في الفئه اللي فوق شويه عن $100، يعني تقريبا في حدود من 115 ل $120 على حسب النسخه اللي هتشتريها طبعا. وعندنا هنا في السوق المصري الموبايل نازل بسعر 6000 جنيه، وهو بالمناسبه نازل بضمان دولي. 6000 جنيه لنسخه 428 جيجا يعتبر غالي بالمقارنه باسعار الجيل اللي فات من الموبايل ده. وكمان مثلا المنافس ليه اللي هو السامسونج جالاكسي اي 04 اس تقريبا في حدود 5400 جنيه ولا حاجه، ولكن الموبايل ده لسه نازل جديد في بدايه 2024، ومتوقع ان ممكن في الايام اللي جايه ديت الاسعار بتاعه الموبايلات اللي انا لسه قايلها ديت سواء من سامسونج او حتى الاصدار بتاع الموبايل ده سعرهم يزيد شويه. كقيمه مقابل السعر المواصفات اللي بيقدمها الموبايل تعتبر جيده لحد كبير. كقيمه مقابل السعر بالنسبه لسعر ان هو ب $100 تعتبر مواصفات ممتازه جدا. ولكن بالنسبه لواقع السوق المصري عندنا هنا الموبايل زي ما قلت لك بيبدا من 6000 جنيه، ما يعتبرش ارخص حاجه، ولكن هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. فده طبعا موبايل يعتبر من الموبايلات اللي انا ارشحها لك وبقوه كمان كقيمه مقابل السعر، لان مفيش اي شركه هتقدم لك مواصفات زي اللي بيقدمها الموبايل دوت في بدايه 2024 كده كموبايل جديد وهتقدمه لك بالسعر ده. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.